I'm going to kick this week. ما تصدوش عندي الكيك كل نهار بالبلد الدراري. خاصك انت تجي الكيك مع هاد الناس. كيك هاد كيك الدراري ونحلف لكم بالله وغايت ما نصبحش الدراري نحلف لكم بالله حتى 5 ديال المليار. اوكي، في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نعرفوا علاش بزاف تاع ستريمرز المغاربه والاجانب تحولوا من منصه تويتش لكيك ولاو كيديروا فيها ستريمات ديالهم. بلا صياح ارجوكم، بلا صياح. لذلك غنعرفوا هاد الكيك هادي واش كتخلص مبالغ خرافيه، داكشي علاش ستريمرز ديالنا المغاربه اللي كانوا في تويتش انتقلوا للكيك، او لا غير صدفه، او لا تويتش دارت شي اخطاء اللي خلات كيك تصدر المشهد. فاحنا عارفين ان ستريم في المغرب ما بداش بعيد هذا، فبدا مؤخرا ستريمات في المغرب، واللي بداهم صراحه البدايه الحقيقيه ديال ستريم كانت مع الياس المالكي. فستريم في المغرب بدا في منصه تويتش اللي كانت شاده ستريمرز تاع العالم كامل. كانت صراحه المنصه ناجحه وما عندهاش المنافسين نهائيا، واصلا كيفاش غدير تنافس مع شركه اللي عندها جميع المقومات تاع شركه او جميع المقومات تاع بلاتفورم ستريمرز. فهاد البلاتفورم هادي تاع تويتش كانت كتقسم الارباح ديال ستريمرز معاها 75% 25%، يعني ستريمر كياخذ 75% تاع الارباح و25% كتاخذهم هي. وكذلك الى ستريمر دار شي اشهار لشي شركه خارجيه ياخذ الارباح ديالو كاملها ما كتدخلش فيهم المنصه ديال تويتش. فكانت ديك الساعه تويتش هي ملكه البلاتفورمز ستريمرز في المغرب، حتى قررت تويتش دير اغبى قرارات تخليها تخسر كل شيء وتولي من افضل بلاتفورمز في العالم تاع ستريمرز لوحده ثانويه او بلاتفورم ثانويه، وخلات كيك تصدر المشهد وتولي هي البلاتفورم الاولى في العالم. قبل لا دير تويتش هاد الاخطاء هادو ما كانش اصلا شي بلاتفورم سميتها كيك اصلا. من بعد ما درت هاد الاخطاء هادو تويتش بالفعل تكريات كيك. اول قرار خدته تويتش هو ان حولت نسبه تاع الارباح بينها وبين ستريمرز، او قسمه الارباح بينها وبين ستريمرز من 75% 25% ل 50%، يعني ولا تقسم نص بالنص مع ستريمرز ديالها. ثم ثاني قرار دارته واللي كان هو غريب بزاف هو انه ولات كتدخل في الارباح تاع ستريمرز الخارجيه. مثلا انت كستريمر درتي واحد اشهار لشي شركه فهي كتدخل وكتقسم معك دوك الارباح اللي هي ما عندهاش فيهم دخل وما كانتش من قبل كتدخل فيهم. هنا تويتش كدير واحد الخطا اللي لا يحمد عقباه. فاحنا عارفين بان القمر في تويتش هو كان المربح الرئيسي ديالهم، فتويتش كتجيو بطريقه غبيه بزاف وغريبه وما عرفتش باش كانوا كيفكروا مني داروا داك القرار. واش كانوا شاربين المعجون؟ ما فهمتش انايا. من الدراري القرار اللي خدته تويتش هي انها حبسات القمر في المنصه ديالها. نعرف من القمر هو اللي مطلع المنصه ديالهم خليهم يربحوا الفلوس الصحيحه. فتويتش مني دارت هذا القرار هذا شركه القمر اللي حبساتها ديك الشركه تاع القمر مشات وكريات كيك. فتخيل معايا ديك الشركه انتقمت بواحد الطريقه اخرى اللي كذلك جنونيه وخلات تويتش تخسر كل شيء. فكما قلت لكم هاد الشركه هذه ديال القمر مشات وكريات كيك وخلصات الزبابل تاع الفلوس باش تجيب ستريمرز من تويتش للمنصه ديالها. وبالفعل قدرت تجيب شي ستريمرز من الاجانب وكذلك ستريمرز مغاربه بحال صابيري بحال الياس المالكي، اللي نخلي لكم واحد الفيديو تاع الياس المالكي كيقول فيه شي هضره اللي بلا ما ندوي خليكم تسمعوا. في الفيسبوك الياس مشى واحد كاتب ليه على ولد لا هاد كيك الدراري 3 المليار 4 المليار ونحلف لكم بالله وغايت ما نصبحش الدراري نحلف لكم بالله حتى 5 ديال المليار في ظرف 3 سنين. 5 ديال المليار باش تكونوا فاهمين، 5 ديال المليار في 3 سنين. العام الاول عطاو 2 مليار وغيبقاو غاديين، ولكن شنو هما البونus؟ هما 100 ساعه في الشهر وما تهبطش ليهم على 3 ايام في السيمانه. كيف ما سمعتي قال لك يخلصوا 2 المليار. فكيك بصح ديك الساعه او لا شركه القمر دخلت فلوس صحيحه حتى بصح باش تجيب عندها ستريمرز من العالم كامل وتدمر تويتش. ولكن هي باش دمرت تويتش بل انها ربحت واحد الرهان كبير بزاف، هو انه قدرات انها تجذب عندها الجمهور العالمي تاع الستريمرز. حنا عارفين ان ستريمرز عندهم جمهور اللي كبير بزاف وقدرات تجيبوا وتحولوا من عند تويتش لكيك. وهنا كتبدا الخساره الحقيقيه تاع تويتش.
فتويتش من بعد هادشي هذا تويتش كتغبر وكتولي منصه اللي حتى واحد ما عارف عليها شي حاجه، حتى واحد ما كيتفرج فيها اصلا، بل بالعكس كلشي ولا كيتفرج في كيك وكلشي ولا منصب جهه كيك، حتى كيك منصه مثاليه من جميع المواصفات، حتى ان الشكل ديالها او الديزاين ديالها كيشبه لتويتش باش تسهل على المستخدمين ديالها الجدد انهم يستخدموها بشكل بسيط، حيت عارفه بان المستخدمين اللي غيكونوا عندها غيكونوا جايين عند تويتش، باش بغات تبسط لهم ودرت لهم واحد ديزاين اللي كيشبه الديزاين تاع تويتش باش ما يصعبوا عليهم والو. وتانا كيبان لي الدراري صافي غادي نحبس يوتيوب نمشي ندير كيك الدراري تاع انا، فالمهم هو الكون ديال تاع كيك كنضحك معاهم الدراري، وين نخليو حنا يوتيوب ونمشيو كيك الفرق تاع الارباح فرق خيالي، ولا كنبقى يوتيوب وكيك وانا عارف الدراري ما عنديش مع ستريمات الصراحه، عندي علم مع الفيديوهات، كيعجبني المونتاج، كيعجبني ندير دي زيفيكت ديالي انا. يلا دراري نخليكم بيس.